السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عرضية تأتي بعد ذلك، الله، أراوخو يضرب للثلاثين. الهدف لم يكن من المهاجمين، الدفاع يتقدم، الظهير يحلق، الثلاثي يتقدم يا بيلسا، يتقدم الله. لن تسير وحيدا في ليفربول، ولن تكون الأورجواي لوحدها ومعها نونيز ومعها داروين. لم يحتاجوا إلى أهداف كبيرة. سرعة كبيرة، شو هذا؟ جول أول لمنتخب البرازيل في عز هذا الليل. ما أروعك يا برازيل. كولومبيا شافت كل الوين برقصة السامبا، يوسع وهدف التعادل، هدف التعادل لكولومبيا. كولومبيا الحالية فرقة قوية تطيح الآن بالساحل البرازيلي. خامس مرة أخرى، براس، شنو هذا؟ هدف ثاني، لويس دياز، نار. كولومبيا ملكة المشوار بلويس دياز المغوار. لكن هذه 10 على 10. الله الله الله. أحمد إكراوي بعد أن كرر أكثر من مرة في شوط أول وتعثر. ودخول الهدف الأول، نعم، غينيا تتقدم بالهدف الأول. هدف رائع في التسديدة التي كانت مثالية من أجويبو كامارا يسجل صاحب 22 سنة في بداية هذه الكرة راسية، وهدف التعديل لمنتخب أوغندا. حضر الهدف الآن في هذه اللحظة من المهاجم فهد عزيز بايو. فهد لما سيسير هنا الكرة في التسديدة في المرمى. المنتخب الغيني سدد الكرة. سيدوبا سيسير أمامية وطويلة، يا سلام. أول الأهداف، شوف التمريرة دكا، وتمريرة جميلة ورائعة. بداية لمنتخب زامبيا، هدف لصالح منتخب الكونغو، هدف تعديل في غفلة من الجميع. سجل هدف التعديل، هدف رائع وجميل، ربما هدف ثاني. الله، لقد وضع هدف ثاني، هدف جميل. لوكوسا، هذا هو انطلاقه حلوة وجميلة ورائعة وقمة الجمال. عدى ومر وراح. بعد ذلك باندا، هذا هو باندا بعرضية ثلاثية. كنت أتكلم عن زامبيا راح تسجل، وساكالا سجل. هذا هو ساكالا، كنت متوقع أن تميز يا ساكالا، وضعها رباعية. وأعلن الفرح زامبيا أن منتخبهم لن يموت بسهولة. إذا مات 30 فقد ولد بعد. ممرر عرضية لمنتخب غانا، جول يا ستار العيوب. غانا تسجل هدف رائع وخالي من العيوب. غانا تسجل الهدف.
هذه الأثناء العرضية الكرة، الله، وصلت تونس عن طريق مدافعيها، عن طريق مرياح يقدم تونس هنا الهدف المنتظر، عن طريق المساكني، عن طريق من يسكنها في الشباك ومن يقدم لتونس الأفراح، يوسف سجل حمزة، يستحق أن يتوج المجهود بهذا الهدف وأن يحتفل قريبا بقدوم المولود، لكن تونس هي من تقدم. هذه فيها الرابع، فراس يقول لك أنا أنتظرها منك يا عبدي، تجيني من مدافع سوتومي، لا اليوم مدافعين سوتومي. بعد الرباعية والانتصار الرائع والراسية والهدف الأول لغينيا بيساو. المنتخب الغيني يسجل الهدف الأول، هذا الارتقاء الرائع والراسية البحث عن الثغرة والهدف لبوركينا فاسو. منتخب الأحصنة ها هو يظهر الآن، أصدقائي المشاهدين، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الملخصات. أعطونا الآراء ديالكم في هذه المباريات التي لعبت اليوم. ما تبخلوش علينا بزر الاشتراك واللايك، وشكرا لكم.